النواب حتى يتمكنوا من اداء دورهم البرلماني من استخدام الرقابه والتشريع الى اخره. فوارد قوي زي ما انت قلت ان يبقى في هذه المشاكل. امبارح حقيقه انا لما سمعت من الموضوع بتاع اللي اثاره الزميل مصطفى بكري، الحقيقه انا كلمته وقلت له يا استاذ مصطفى يعني دي تحليلات صحفيه ولا دي معلومه؟ فاكد لي ان هي دي معلومه. فالحقيقه انا برضو امبارح قدمت بيان عاجل لاستجلاء الحقيقه. يعني انت فاهم، هو وارد ان انت يبقى عندك معلومات، انت شخصيه عامه كوزير، فوارد ان يبقى في معلومات من هنا او من هنا. لكن الحقيقه لما الامر يتعلق بالشكل زي ما انت قلت، يعني في حكومه بتدعو الى التقشف، صرف النظر ان المال ده من ماله الخاص او من مال الوزاره او ايا كان، لكن هنا الشكل فيه حقيقي انا شعرت فيه بقدر من عدم الانضباط. سميها استفزاز، سميها، لكن دي مش ماشيه مع دي. يعني حضرتك بتقول هو على المستوى الانساني هو حر يقعد في فندق، يقعد في اي حاجه، هو حر، بس ما جيش في وقت الحكومه. احنا مش احرار يا استاذ احمد. احنا طالما ارتضينا، واقصد باحنا مين، كل من يعمل عمل عام لا ويبقى معرض لكم، معرض للميديا، معرض لتناول المواطنين له، فلا بد ان هو يتحسس الخطى. ما ينفعش ان انا يبقى دوله عندي بجري بنقعد اجتماعات وبنسهر اجتماعات مع الحكومه ومع، يعني احنا شغالين عشان الوضع صعب، فالاقي النهارده وزير وزير تموين، ده وزير تموين كمان وقاعد بيصرف المبالغ دي. ايا كان، هو احنا من حقنا، من حق الدوله المصريه حكومه وبرلمانا وشعبا ومؤسسات ان تعرف مصادر، استنادا الى بالمناسبه الى لائحه المجلس والى القانون والدستور، محتاجه من حقها ان تعرف مصادر تمويل هذه الفواتير الباهظه. حتى مش عيب، يعني بالعكس لو هو حق الوزير ده، يعني هو بيقول لك ايه؟ لو حسابه الشخصي، يعني ماله الخاص. انا مالي بالظبط. كويس، ما اختلفناش، بس احنا من حقنا كدوله ان احنا نعرف طالما اثير مبلغ بالشكل ده، وهو ما فيش حد يختلف بما فيهم الوزير نفسه ان الرقم اللي اتقال 7 مليون ان صح هذا الرقم مستفز، هو رقم مستفز جدا جدا للشارع وغير منضبط، واخد بال حضرتك؟ طبعا للكل. فهنا تيجي انت بقى تقول لي مصادرك ايه، فنتاكد من ان، لان انت شخصيه عامه. طب هنا يا استاذ احمد، هل في حاجه خلينا نقول اثيكال او حاجه اخلاقيه تحاسب السيد الوزير؟ يعني احنا لو هو ماله الخاص ومفيش اي نوع من انواع خلينا نقول التجاوزات الماليه في هذا الامر، هل في حاجه تحاسبه على الاستفزاز؟ لا مفيش. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا مش هنرجع لعصور قديمه. ده اذا تبين بالفعل ان هذه الاموال هو يقوم بالانفاق يعني من خلال مصادر شرعيه وماله الخاص، واخد بال حضرتك، مفيش حاجه تحاسبه. ولكن هنا بنقول ايه؟ بنقول اللياقه، الحس السياسي، المسؤوليه. يعني في هنا، يعني لما كنا فاكر